جيراني الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم. اللايف ده عامله مخصوص عشان أطمنكم وأكد لكم إن الحمد لله رب العالمين في اهتمام كبير جدا بالعديد من حل المشاكل في حدائق الأهرام. وده اللي أكد عليه معالي السيد المحافظ لما قلت لحضراتكم الأسبوع الماضي في اللقاء اتشرفت بسيادته فيه، وقال هيوجه إن شاء الله بتكثيف الرقابة وتكثيف الحملات والأمور المتعلقة بردع المخالفات في حدائق الأهرام. النهاردة كانت في حملة مكبرة من الحي والمرافق وهيئة النظافة بحيث ضبط هذه الأمور في العدد من المناطق في حدائق الأهرام. الحملة دي كانت تحديدا بمنطقة زين امتداد شارع الثروة المعدنية. انقسمت الحملة على الإشغالات، انقسمت الحملة على تنظيف وتجريد الأتربة اللي كانت موجودة في امتداد شارع الثروة المعدنية لحد المطلع فوق، وكمان عايزين نقول إصلاح وترميم بعض الحفر والمناطق اللي كانت متكسرة في الأسفلت في منطقة زين، وتحديدا في شارع امتداد الثروة المعدنية وعند منطقة الطباخ وعند نزلة المول من ورا. احنا بنقول ترميم عشان خاطر المجهود اللي قايم بيه دلوقتي هو الحي التابع لمحافظة الجيزة، واحنا متفقين ان السفلتة من مسؤوليات جمعية تعمير صحراء الاهرام وليست تابعة لمحافظة الجيزة. يعني الجهة المسؤولة بسفلتة حدائق الاهرام هي الجمعية وليست المحافظة، ولكن الحي النهاردة يعني عمل حاجة تحسب ليه صراحة، ان هو قام بترميم العديد من المناطق في شارع امتداد الثروة المعدنية في منطقة زين، بحيث السفلتة اللي كانت متكسرة هناك تم ترميمها وتمهيدها للناس عشان طبعا الناس اللي اشتكت. كمان تم تجريد العديد من الأتربة، ويمكن أنا جيت يعني حبيت إن أنا أكون متواجد بس مع حضراتكم في لايف، ولأن الحملة شملت العديد من المناطق فما حبيتش أطلع اللايف من منطقة معينة عشان الناس تقول فين باقي المناطق. ولكن إن شاء الله بعد اللايف هبعت لكم الصور وهشير الصور على جروب حدائق الأهرام القادم أفضل مع الإعلام عاصم الشندويلي، وهشير الصور هنا على الصفحة بحيث تشوفوا كل الأماكن اللي اشتغلت فيها الحملة المكبرة، سواء على المخالفات والإشغالات والنظافة، وأيضا تمهيد وتظبيط بعض الطرق المتهالكة اللي كانت متكسرة في امتداد شارع الثروة المعدنية. فبعد اللايف هشير لكم الصور عشان تشوفوا بعينيكم على أرض الواقع، وده اللي أكده السيد المحافظ والسيد رئيس حي الهرم مهندس طه صدى، وأيضا الأستاذ معتز رئيس القطاع، وأيضا الأستاذ حسن. الحقيقة أنا يعني كنت متشرف النهارده أنا تواجدت معاهم في آخر الحملة كده واتكلمنا في العديد من الأمور، وكان معانا مجموعة كده من الجيران سكان المنطقة في زين، والحقيقة نقلوا شكواهم واتكلموا بشكل كبير جدا عن المعاناة اللي بيعانوا منها في العديد من المناطق في تحديدا في منطقة زين وهو امتداد شارع الثروة المعدنية اللي كانت فيه الحملة المكبرة هنا. والحقيقة يعني الحمد لله كان العمل كويس جدا، وكانت الأمور موفقة بشكل كبير جدا، لأن طبعا كانت تجي لي مشاكل كتير جدا عن موضوع المحلات اللي هي بيحطوا كده حاجات مش كويسة قدام المحل وبيعملوا إشغالات للطرق، وأعزكم الله بيعملوا قمامة قدام المحلات بتاعتهم. النهارده كان في ردع لكل المحلات ديت، وقام يعني السيد رئيس قطاع الهضبة المهندس معتز وأيضا المرافق وكل الجهات المسؤولة اللي كانت موجودة النهارده باتخاذ اللازم من إجراءات تجاه المخالفين وردعهم. كمان في حاجة مهمة جدا بتتعمل حاليا واتعملت في بعض المناطق وهتتعمم في كل أرجاء حدائق الأهرام، وده اللي أكد عليه السيد رئيس حي الهرم ورئيس القطاع المهندس معتز، إن بيتم وضع أو إجبار كل يعني حد عنده محل وأصحاب محلات إن هم يضعوا باسكت زبالة كبير جدا 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 قدام المحل، بحيث إن هو يكون ملزم بهذا الأمر وما يبقاش فيه نظافة، والمخالف هيتم ردعه وهيتم تعميم ده على كل المناطق في حدائق الأهرام. الحاجة الثالثة المهمة كمان والخبر اللي أنا قايله في آخر البوست كده، إن شاء الله بإذن الرحمن في اخر الشهر اللي جاي او في منتصف، هو اللي اتقال في اول او في منتصف الشهر اللي جاي، ولكن انتوا عارفين بعض الاجراءات بتاخد وقت، فانا قلت اخر الشهر اللي جاي بحيث يبقى في يقينا للتنفيذ ان شاء الله. ففي حاجه هتتم باذن الرحمن كنا ان احنا محتاجينها الفتره الماضيه وكنا بنامل تواجدها، فان شاء الله الحاجه دي هتتم في حي الهرم باكمله.
يعني حي الهرم، فيصل، وشارع الهرم، ومنها حدائق الاهرام، واللي هتبقى من اولوياتها حدائق الاهرام. فاتمنى ان شاء الله يتم التنفيذ وانا قاعد حضراتكم. يمكن اكدنا على منظومه النظافه، وانا النهارده والله العظيم قبل حتى ما اجي للحي في المكان اللي متواجد فيه بالحمله، كنت تواصلت مع اللواء محمد الضبيعي رئيس هيئه النظافه، واكد لي ان الفتره اللي جايه ان شاء الله هيكثف حملات النظافه التابعه للهيئه والقطاع المرحله اللي جايه، وهنتابع مع حضراتكم زي ما احنا بنعمل كل مره لما بتبقى في حمله نظافه مختصه مكبره ان شاء الله هبقى متواجد فيها على ارض الواقع وهوريك. والحقيقه اللي هو محمد الضبيعي رئيس هيئه النظافه اكد لي وقال ان شاء الله هيبقى في فتره كبيره جدا ان شاء الله المرحله اللي جايه هتبقى فيها اهتمام كبير جدا بمنظومه النظافه داخل حدائق الاهرام، ودي يمكن اكتر حاجه ركزت عليها في لقائي مع السيد المحافظ، منظومه النظافه ومخالفات البناء. الناس اللي بتقول لك انت ما بتتكلمش ليه على مخالفات البناء، بالعكس ده انا النهارده وانا موجود مع السيد رئيس القطاع واتكلمت على اكتر من مكان، وانا متواجد والله بعت اكتر من حد عاين اكتر من مكان، وعد باتخاذ الاجراءات اللازمه تجاه المخالفين. والراجل يعني مشكورا سواء السيد رئيس الحي او رئيس القطاع اكدوا الناس تبعت، واي مخالفه يتم ردعها. تطبيق القانون، القانون ما يعرفش مع حد، القانون يطبق على اي حد، وده اللي اكدوا لي السيد معالي محافظ الجيزه. يعني الراجل قال لي مخالفات اي شكوى بتيجي مخالفات البناء بيتم ردعها على طول وبيتم اتخاذ اللازم من الاجراءات. فانا بقول لحضراتكم اهو زي اللي قاله السيد رئيس القطاع ورئيس الحي، اي حد عنده او جنبه او وراه او في اي شارع من الشوارع اللي ساكن فيها في مخالفه بنى، صور بس وابعت رقم القطعه، ابعت لي انا على جروب حدائق الاهرام القادم افضل، ابعت لي على الصفحه الشخصيه، خد بعضك يا فندم وروح على قطاع الهضبه الموجود في 5 ألف وقدم شكوى رسميه وقول في مخالفه بتحصل، وانت قاعد في القطاع هتلاقي في حمله هتنزل هتردع المخالف وهيتم اتخاذ الاجراءات القانونيه تجاهه. فبالتالي احنا محتاجين يكون عندنا حراك في هذا الامر، وكل واحد ما يقولش في شكوى وخلاص، لا، يا اما حضرتك تبعت للقطاع او تروح مباشره للقطاع وتقدم شكوى رسميه، تعمل محضر في نقطه الرمايه بالمشكله وهتلاقي الاجراء هيتم اتخاذه. وفي توجيه كبير جدا من السيد محافظ الجيزه، وده اكده لي انا شخصيا في لقائي معاه الاسبوع الماضي، ويمكن كان في تصريح رسمي بده لرؤساء الاحياء وكان منشور على صفحه محافظه الجيزه الموثقه والتابعه للمحافظه ان هناك تعليمات مباشره من محافظ الجيزه بردع البناء المخالف وهدم اي بناء مخالف والادوار العليا والحاجات اللي هي حاصله حاليا. فبالتالي حضرتك قبل ما يبقى في بنى مخالف ولما تلاقي اللي قدامك او اي حد لسه بيبني بنى مخالف اول ما يطلع ما تستناش لحد ما يتم الدور، لا حضرتك هو بيطلع على طول اعمل شكوى في القطاع، ابعت لي يا سيدي وصور لي وانا هبعتها للسيد رئيس القطاع او السيد رئيس الحي وهيتخذوا الاجراءات اللازمه. ولكن كلنا لازم نتكاتف في هذا الامر تحديدا عشان خاطر نردع المخالفين. ولكن بشكل عام انا بطمن حضراتكم الحمد لله كل كلمه وعد بها السيد محافظ الجيزه في هذا الامر في لقائي معاه الاسبوع الماضي انا شفتها النهارده الحمد لله على ارض الواقع، ودي يعني بادره خير. احنا هنقول معلش انا اسف لو اتنظف شارع في حدائق الاهرام افضل ما ان مفيش حاجه ما تتنضفش، لو اتعمل جزء احسن من لا شيء، ولكن ده مش معناه ان ما يتمش الاخر، بالعكس لا، تاكيد دايما ان يكون في ان شاء الله يعني استمراريه، وده اللي انا بطالب بيه والله مع كل جهه انا ببقى متواجد معاهم. يا ريت يا جماعه الاستمراريه، يا ريت نكثف المجهود، يا ريت يا ريت يا ريت والله، والرد حاضر عينيا والامور، وانا بتابع بشكل مستمر في هذا الامر. عشان كده حتى النهارده ما رضيتش اطلع لايف في المكان اللي حاصل فيه الامر ده لان حصل في عدد من الاماكن، فانا هبعت لكم الصور وهشير الصور على جروب حدائق الاهرام القادم افضل زي ما قلت او على الصفحه بتاعتي بحيث ان انتوا تشوفوا المناطق. والحقيقه برضو اكدت على البوابه الثانيه القديمه تحديدا وباقي البوابات، ولكن البوابه الثانيه القديمه اكتر شكاوى بتيجي منها اكدنا عليها بحيث ان يتم الاهتمام بيها برضو زي باقي البوابات ويكثف شويه المجهود خاصه في المناطق اللي فيها يعني اعزكم الله قمامه والتكسير، وان شاء الله باذن الرحمن السفلات هتستكمل بقى فيها في المرحله اللي جايه. بالنسبه كمان للبطيء منتظرين بس كابل الكهرباء من المول اللي بعد البنزينه الثالثه يتم امتداده ويخلص مباشره، وهتتم السفلته على طول، يكملوا سفلته البطيء اللي كانت وقفت عند مدخل التجنيد هتتكمل لحد اخر سور بوابه حدائق الاهرام، وده هيبقى قريب جدا 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 جدا. فبطمن حضراتكم ان شاء الله خير. دايما انا بقول ما ضاع حق وراه مطالب، وعندي يقين في المولى عز وجل ثم في اللي بقوله ان شاء الله القادم افضل.
الافضل، وهنفضل نسعى بكل جهد، وهنفضل نسعى بكل يعني طاقتنا عشان خاطر نحل المشاكل، نتضافر بشكل كبير جدا ان يكون في استمراريه في هذا الامر. ليه يا فندم ما فيش شركه نظافه مستمره؟ الاستاذ جمال. طيب انت حرقت المفاجاه يا استاذ جمال. ان شاء الله باذن الرحمن باذن الرحمن باذن الرحمن، واتمنى ذلك. انتوا عارفين ان انا مش بحب اقول حاجه الا واكون متيقن منها، وكل حاجه الحمد لله كنا قلناها قبل كده حدثت بالفعل. فباذن الرحمن اللي احنا منتظرينه ان شاء الله على الشهر القادم سواء منتصفه او اخره، تكون هناك شركه نظافه مختصه بحي الهرم خاصه به فقط، وتقتسم مهامها في حدائق الاهرام، وهتبقى مكثفه في حدائق الاهرام بناء على توجيهات من السيد المحافظ. فان شاء الله ده هيحصل قريب جدا، وان شاء الله الخير هيعم المدينه. شيروا اللايف عشان الناس تطمئن. كل اللي احنا بنسعى اليه ان الناس بس تستبشر خير. انا عارف ان المشاكل تفاقمت كتير جدا الفتره الماضيه، ولكن ده مش داعي نخلي الناس تيأس. لا، احنا قاعدين وشارين هنا، وكل الناس مستثمره في الشقه اللي هي اشتريتها وقاعده فيها، فبالتالي مش هنيأس، وبالتالي هنسعى بكل جهد عشان خاطر نخلي المكان اللي احنا فيه في ابهى صور. وهنتواصل مع كل المسؤولين اللي ان شاء الله بيتجاوبوا. وانا شفت ترحاب النهارده، يعني حاجه تحسب الحقيقه. تعرفين الحمد لله مش بنافق حد، ولا الغلطان بقول له غلطان في وشك حتى لو مين، الحمد لله رب العالمين. ولكن لفت انتباهي النهارده لما لقيت السيد الاستاذ معتز رئيس قطاع الهضبه هو والاستاذ حسن واقفين مش راضيين يمشوا، مستنيين يشوفوا واحد صاحب عربيه النظافه. القمامه كانت متراكمه تحت العربيه بتاعته، قعدوا يمكن ساعه الا ربع واقفين لحد ما جابوا العربيه دي وطلعت ونظفوها. فده يعني حاجه كويسه ان هم عايزين يعملوا ومش عايزين يكروتوا، لان في ناس كتير بتشتكي بيقول لك الحمله كانت بتنزل بتتاخد من على الوش، وفي بعض الحاجات بتبقى موجوده. وده كانت التوجيهات، وده يمكن انا نقلته للسيد المحافظ والسيد رئيس هيئه النظافه والسيد رئيس الحي، واكدوا ان رئيس القطاع بينزل بنفسه ورئيس الحي بينزل في نفسه في هذه الحملات، بحيث ان هم يكونوا واقفين على ايدين الرجاله اللي بتشتغل، الله يعينهم ويقويهم يا رب، بحيث ان لو في اي تقصير يعني يبلغوهم ويوجهوهم باتخاذ اللازم من اجراء. كمان النهارده المرافق كانت موجوده بشكل كبير جدا، وتم ردع المحلات المخالفه، سواء اللي عاملين اشغالات واللي مش مرخصين والحاجات دي كلها. حته بسيطه كده هوضحها لكم على موضوع المحلات يا جماعه. كذاب اللي يقول لك حد يقفل المحلات في حدائق الاهرام. للاسف اصبحت وضع يعني قائم، واصبحت حاجه قائمه، ولكن اللي احنا نقدر نعمله، وده اللي اكدته مع السيد محافظ الجيزه ومع كل جهه، انا يعني مش عايزين نفتح محلات جديده، بحيث ان يتم ردع اي حد مخالف، يتم ردع اللي يعمل اي مشاكل او اللي يأذي السكان. وده اللي حصل النهارده كل او اغلب المحلات اللي كانت موجوده في المنطقه دي اتخذوا اللازم من اجراءات، بحيث ان هم يردعوهم وادوهم قرارات بحيث ان ما يعملوش المخالفات دي تانية. فاحنا بس عايزين نقول كل حاجه نقدر نعمل فيها حاجه بنعملها، وكل ما ربنا يقدرنا ان احنا نظبط الامور حتى لو بنسبه يعني تدينا ان شاء الله بعد كده تفاؤل ان الخير جاي، بنعمل كده وهنسعى ده ومش هنيأس وهنستمر، وان شاء الله باذن الرحمن كل الخير يحصل. انا باكد الشكاوى اللي جت بخصوص التكسير اللي كان في امتداد الثروه المعدنيه وعند تقاطع الطباخ، الحمد لله النهارده تم تمهيده وتم ترميمه بشكل كبير، بحيث ان هو ما يبقاش فيه التكاسير ديت في امتداد شارع الثروه المعدنيه، على امل ان شاء الله يعني ما وعدنا به الجهات المسؤوله تستكمل باقي السفلته في باقي الشوارع في حدائق الاهرام. وده حلم كبير جدا بدأناه يمكن من سنين، وان شاء الله باذن الرحمن الخير هيحصل يا رب العالمين. حبيت اطمن حضراتكم ما تنسوش الصور هشيرها على جروب حدائق الاهرام القادم افضل مع اعلام عاصم الشندويلي. هتشوفوا الحمله المكبره على كل الاشغالات والمخالفات في حدائق الاهرام النهارده في حدائق الاهرام تحديدا في منطقه زين امتداد شارع الثروه المعدنيه. وده مش بس النهارده، لا ده هيكون بكره وبعده 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 مكثفه، وهنتابع معاكم وهنشير لكم الصور عشان تشوفوا بعينيكم على ارض الواقع. وجاري الانتهاء من كل اللي احنا قلناه من اعداد مذكره شامله لكل المخالفات وشامله لكل المقترحات اللي هيتم تقديمها بشكل رسمي للجهات المسؤوله، بحيث تتم الدراسه في اسرع وقت في تنفيذ كل المقترحات اللي تفيد وتضيف لاهل منطقه حدائق الاهرام. وهنتابع مع حضراتكم. ادعوا لنا بس ربنا يقدرنا، وان شاء الله كل الخير يحصل لمدينتنا الغاليه حدائق الاهرام. تحياتي وتقديري عاصم الشندويلي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.